رمضان شهر الخير، ناس كتيرة بتعمل حاجات حلوة، بس في حاجات بتتحس اكتر لما مش محتاجين ان احنا نقعد نستعرضها مع الناس، لان مش كل الناس امكانياتها زي بعض. من ضمن فكرة التواضع اللي هو نقطة القوة اللي بنتكلم عليها دلوقتي، هو فكرة ان انا احاول انسب الفضل دايما لله، ولما بنسب الفضل لله ببتدي احس ان انا اوتوماتيكلي كده وتلقائيا تواضعت لله، لان كل حاجة بعملها هو بفضل الله اولا، وتسخيره لينا كاسباب بحيث ان احنا نستخدم كاسباب تملى حاجات معينه وتنفع ناس معينه، فبالتالي بنحس ان احنا حتى كلمه شكرا مش فارقه معانا، لان شكرا دي بيننا وبين ربنا تجاره تانية خالص. فخلينا نتقي شويه في رمضان ونبتدي نتعلم ان من فكره التواضع اني ما استعرضش كل حاجه كده على الملأ، ونزود العبادات الخفيه السريه اللي بيننا وبين ربنا. مش كل حاجه حقيقيه لازم تتشاف علشان تتحسن. اكتبوا لنا كده في الكومنتس عن افكار لحاجات مش لازم تكونوا انتوا اللي عملتوها علشان ما نبقاش بنستعرض، ولكن حاجات ممكن فعلا نعلمها لاولادنا لو عملوها هتبقى تجاره بينهم وبين ربنا، ومش لازم الناس تعرف.